زمن عمرو بن العاص عندما كان يحكم مصر وكان خليفة المؤمنين هو عمر بن الخطاب، فظهر رجل اسمه الصيبيغ كان يحاول أن يثير الفتن. كانت مصر ما فيها كثير من العلماء، فكان يسألهم في أمور الدين وأمور الخلافة، فكانوا يشكك في أمور الدين، فكانوا كثير منهم يحاولون أن يرتدون من الإسلام. فعمر بن العاص خاف، أرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب قال له لدي رجل يسألني في أمور الدين ويثير الفتن. فعمر بن الخطاب رد على عمر بن العاص: إذا وصلك كتابي هذا أرسل الرجل ولا تدعه يهرب، فأرسله في أول رحلة معك، جيبه لي المدينة. فأتى جاب الرجال ودوه عند عمر بن الخطاب في المدينة، فجلس يحاجي العلماء المثقفين المؤمنين يعني أشداء، فالرجال مصر على رأيه. فعمر بن الخطاب خاف أنها تقوم فتنة، فنادى الجلاد فأمر بجلده جلده حتى أغمى عليه. فقال طببوه، يعني خلوه ساعدوه، فساعدوه، ويوم صح رجع جلده مرة ثانية، مرة ثالثة، المرة الرابعة قام الصيبيغ قال والله يا عمر لن أسأل سؤال ولن أقوم بأي حجة بعد الآن. فأمر بعدها عمر بن الخطاب قال أرسلوه إلى الكوفة، فهناك شخص لا يحب الفتنة أبدا، من أراد الفتنة قطع راسه. فهذا خاف إلى الصيبيغ، قال إن زرتني عند أهلي وناسي وفلوسي ومالي كله في مصر. قال لا ما ترجع، قال له راح الكوفة. فراح الكوفة وعاش هناك واستقر هناك. فدارت الأيام، فجاء زمن عثمان واشتعلت الفتنة الأكبر، عبد الله بن سبأ. وعندما اشتعلت الفتنة الأكبر فتذكروا هذا الصيبيغ وكلامه، فراحوا له الكوفة قالوا له الصيبيغ قم تعال معانا، يعني الناس تقول اللي كنت تقوله أنت قبل ووقفوا معاك، تعال. قال والله لن نعود الأمر قط، أدبني فيها أمير المؤمنين فتمح بظهره. الردع في البداية يكون أمر مهم. كم عندنا الصيبيغ الحين، كم شخص يتحدث في أمور الدين، مربي لحية ويطلع لنا في تيك توك وفي سناب ويتكلم عن أمور الدين ويشكك في أمور الدين وملحدين وأمور. كم الصيبيغ في هذا الزمن، لكن لهم ردع، لازم لهم ردع لكي لا يثيروا الفتن ولا يتبعوهم الأطفال أكثرهم يتابعون تيك توك، يتابعون يوتيوب، يتابعون سناب، وهذول مدعين أنهم العلماء، أنهم مثقفين. والله العظيم تخجل من كلامهم، يعني استغفر الله، لو مالك في الدين كثير تعرف أن كلامهم كذب ودجل، يثيرون فتنة. والله يعيننا على فتنة قادمة من سبب الناس، حتى يعني المتدينين صاروا يدورون الشهرة على حساب الدين. كم صيبيغ في هالزمان وليت عمره موجود.